هتقول لي يا صفا او يا ابو الصفاصيف على حسب درجه القرب ما بيننا، دلوقتي بدل في عربيات ريف واي باور بتدينا تقريبا نفس تجربه العربيه الكهرباء بس من غير شحن ووجع دماغ وبتاع، ليه اشتري عربيه كهرباء؟ سؤال حلو بس ليه اجابه. بصوا، قبل اي حاجه عشان نبقى صريحين مع بعض، يعني انا ماليش في العربيات الكهرباء قوي، مش ضدهم بس مش المفضلين عندي، بميل للبنزين والهايبريد والريف والاي باور اكتر بكتير. بس انا برضو دوري ان اقول لكم الحقيقه، هي العربيه الريف تعتبر عربيه كهرباء بس مش بتتشحن عشان موتور البنزين اللي فيها هو اللي بيشحنها وملوش اي علاقه بحركه العجل. ده كلام منطقي وصحيح 100%، بس في النهايه هي فيها موتور بنزين. احنا متفقين ان الموتور البنزين ملوش دعوه بحركه العربيه، بس في النهايه الموتور البنزين بعيوبه ومشاكله وكل ده موجود. يعني بيتغير لها زيت موتور، فيها فلتر زيت، فيها بوجيهات، فيها كل حاجات البنزين بقى، لها تانك البنزين بالرشاشات بالطرمبه بكل الكلام ده موجود، فيها دوره تبريد كامله، فبالتالي فيها رادياتير. طبعا عربيات الكهرباء اكيد فيها دوره تبريد بس بشكل ابسط بكتير، بيتحط لها بنزين فبتروح البنزين عادي وبتفول وكل الكلام ده. هي اوفر بكتير كاستهلاك بنزين من عربيه بنزين طبيعيه، لكن لو قارناها بمصاريف تشغيل بقى العربيه الكهرباء اكيد طبعا شحن العربيه الكهرباء ارخص بمراحل. ومعظم الناس اصلا اللي بتتجه لعربيات الكهرباء بتبقى عشان تريح دماغها، مصاريف تشغيل اقل وفي نفس الوقت مفيش صيانات ولا كل وجع الدماغ ده. فالريف في النهايه في جزء من الكلام ده. فمن الاخر العربيات الريف دي ممكن تبص لها بمنظورين، اول منظور ان دي العربيه اللي بتجمع مميزات العربيات الكهرباء والعربيات البنزين، ومنظور تاني ان دي العربيه اللي بتجمع مساوئ العربيات الكهرباء ومساوئ عربيات البنزين. كل واحد بقى هو شايفها ازاي. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا بالصفاصيف. بعد كل الهري ده كله، انا عن نفسي لو بشتري هفضل الريف والاي باور عن الكهرباء مليون في المية من وجهة نظري، بس هذا لا يمنع انك لازم تبقى فاهم الحقيقة الكاملة. وقبل ما تتخانقوا معايا في الكومنتس لو في معلومة انا قلتها غلط او مش صح 100%، فهموني، احنا بنفيد بعض، انا مش جاي انظر عليكم يعني. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب.